السلام عليكم، مرحبا ديالي نهار جديد وفيديو جديد. نتمنى نلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده يا سيدي يا ربي. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الغديوه ديالي وخارجه. مهم نهار داز خلاتي كما تيقولوا خفيف ظريف، يعني بالزربه. مثلا غنخرجوا غنتغداو برا، غنتغداو الثمان، اللهم قلت نتغداو في الدار. ناكلوا شويه برا ناكلوها في الدار. المهم ونخرجوا هكايا ندوروا ونرجعوا. عارفين دابا الصيف كلشي تيكون غالي برا، لا حوت ولا اي حاجه بغيتي تاكليها برا اكثريه غتاكلي على الحوت، راه غالي. اللهم هكا شريتو ونطيبوا لهم هنا في الدار. غنديروا لهم شوايه وغندير شلاضه. تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر، غتشوفوني اشنو غادا ندير الغديوه ديالي خفيفه. عارفين دابا الصيف شي حاجه كتكون خفيفه. المهم تبعوا معايا. ما تنسونيش من لي لايك، ما تنسونيش من التعاليق ديالكم. الله يجازيكم بخير، الله يجعل عليكم ميزانات حسناتكم. ما تنسونيش من البارطاج، بارطاجوا مع الحباب مع الاصدقاء ديالكم، الله يكثر خيركم. هنايا عندي الفلفله مطيشه، الخيار، الفقوس. المهم انا غنشوي الفلفله وغنشوي البودنجال. كنقطع هنايا البصله، قطع المطيشه، كنقطع الفقوس، كنقطع الخيار. من غيبرد ليا البودنجال والفلفله غنحيد منهم، ما نغسلهمش حيت غسلتهم المره الاولى. غادا نحيد منهم عيديك القشره وغادا نقطعهم. هنايا كنشد الحوت كما جبتو هكا شللتو راه ضروري شللتو. انا مبغيتش نحيد ليه القشر، هذاك القشر ديالو خليتهم ليه. عارفين دابا راه السردين غالي، باش غتاخدي وديري شويه غالي، ما بقالك عاد تمشي تاكليه برا، يعني راه بالثمن. هما في الصراحه قالوا لي ولادي نمشيو يعني ناكلوا برا. قلت لهم عرفتي شنو، غنطيب لكم شويه هنا اللي غتاكلوها برا كلوها هنايا. قالوا لي صافي. قلت لهم صافي وتخرجي يعني كاع حوايجكم خرجي عين دور ورجعوا. قالوا لي صافي. ايوا هذاك الشيء اللي دار مول الدار باش جاب الحوت. ايوا هنايا وانا قلت شنو ندير، غندير لهم شوايه. لا المهم راه غتاكلي برا، غتاكلي عاد شي حوتات غتاكلي بالثمن. المهم راك لو تشبع. ايوا هذا ما كانش. شديت هنايا درت هاد الشوايه هذه حطيتها، ما درت لا مجمر لا والو. نبقى عاد عارفين دابا الصهد والسخونيه والحراره، نبقى عاد نفخ ما نفخ. ايوا درت عاد ديال الضوء وحطيت عليه هاد الحوت، درت رشيت عليه شويه الملحه وصافي حطيته. نمشي نصايب شليضه، نديرها في الثلاجه عي شويه من داك سميتو يبرد ليا الفلفله والبودنجان يبردوا ليا شويه ونخلطهم. وانتم غادي تشوفوا معايا شنو درت في الغدا. ما عجنت ما والو، حتى الخبز جابوا لي مول الدار هكايا من برا. ما كنتش بصراحه ما كنتش معوله، يعني معولين يعني مي قالوا لي ولادي نتغداو برا قلت صافي نديهم يتغداو برا. ولكن بقيت كنفكر يعني غتقام عليا بالمركوب وبالغدا وداك الشيء غيطلع شويه غيطلع قاصح. والله يحسن العوار، ماشي كلشي عنده عام محطوطين. الواحد حتى تيتعب فيهم عاد تيجيبهم، خاصهم يعرفوا كيفاش يصرفوا. المهم بالنسبه ليا انا، بالنسبه لحد اخر شغلو هذاك. ايوا هنايا انا استفت هاد الحوت. غنمشي نقضي شغل اخر. ايوا عي شويه، هو الحوت عارفينو داغي كيتشوى، داغي كيطيب. انا خليته تسخنات عاد حطيت عليه الحوت. هنايا قلبته. غنمشي نفرق شليده في الطبيصلات وغادا نحطهم. ها هي درت عليه هنايا شويه البزار ودرت الزيت البلديه ودرت الخل. هادشي اللي درت فيها، ما عنديش الربيع ما درتوش. صافي غنفرق نخلطها دابا ونفرقها في الطبيصلات. الخبز هو هذا. بقات واحد البالي زيانه هكايا من الصباح وجاب لي الخبز معاه. ايوا صافي انا فرقت هنايا شليده في الطباصل، وكل عاوتاني الطباصل عاوتاني كل وحده درت كل واحد درت ليه طبسيل تاع الحوت. يعني صافي كل طبسيل شلاضه وحوت ياكل حتى يشبعوا وصافي. ونوضوا نخرجوا وجدوا حوايج. قلت لهم وجدوا حوايجكم عاد جلسوا هكايا نتغداو، باش انا نغسل المواعن نتوما تلبسوا حوايجكم صافي ونخرجوا. هنايا طيبت لهم الغدا شويه بكري، يعني راه 12 تغدينا وقيله الوحده خرجنا. في الصراحه ماشي شي خرج، ولكن المهم عاد سالينا شويه وصافي. الواحد كي يتلف هكايا ديك الروتين تاع الدار. يعني حنا ما خرجناش نهائيا، ما خرجناش من شدوا العطله ما خرجنا صراحه. ما مشينا لا البحر لا حتى شي حاجه، والله ما مشينا شي حاجه والو. في الدار بقينا في الدار. الا خرجنا كنخرج للسوق نجيب شي حاجه وكنرجع في حالاتي صافي. كانت بنتي نيت كدوز شي كونكورات. ايوا داكشي ما خرجنا ما حتى شي حاجه. في الاول كانت من شدات الباك كانت دارت السونطر.
يعني من درت سونطر صافي راه ما كاينش كي غنخرج انا نخرج شي يخرج وشي ما يخرج. سالات السونطر بداو الكونكورات، سالوا الكونكورات صافي حنا جلسنا في الدار. ايوا دابا عاد قلت نخرجهم هاد النهير بعدا يدوروا شويه، مازال صغار. داهم باهم، داهم مره للبحر وداهم مره للبيسين، ولكن حنايا ما خرجناش، ما مشينا حتى لبلاصه. ايوا قلت ما ديتهمش للبحر، ندوزو حداه نشمو ريحته. المهم بعدا يتساراو شويه، قلت لي ما عندكمش تبحروا ولكن عندكم تساراو. ايوا ديتهم تساراو تطابوا رجليهم. هنايا نتوما كيما كتشوفوا طبسي الحوت طبسي الشلاضه، كل واحد بحال هكايا، والخبز وشويه ديسير قطعت لهم واحد البطيخه والكرموس، او غتشوفوه معايا في اخر الفيديو. انا مع كنت كنشوي هنايا ما حطيتوش، خليته في كوزينه. المهم غدا داغي خفيف. واحد لا كان خارج بحال هكا كاع ما يقوي عليه، داغي بالزربه، يعني كيطيب ماشي شي حاجه كتعطاري ولا شي حاجه. هذيك الشوايه كيما طفيت عليها، المهم سالينا الطياب طفيت عليها، هزيتها درتها خويت منها الماء وحطيتها في لابوبو كترطاب. جيت في العشيه دوزت عليها، حليت 10 جنب صافي، كانت شي ريحه ولا شي حاجه تخرج، ديروا داك المعطر هكا ديال الحامض ديال الخزامه ديال شي حاجه تلقاو في الدار وخرجوا. ملي كتجيو ما كتلقاو حتى شي حاجه ديال الحوت نهائيا، لا ريحه لا والو. حيت هاد الشوايه هادي ماشي بحال المجمر، المجمر تيطلع الدخان وكيخلي الزفوريه، هاد الشوايه ما كتخليش لك الزفوريه. هنا يتغدينا سالينا. المهم حيت هاد الكرموس هذا انا راه حيدته قبل، عرفت التصوير خليته لكم هو الاخر. انا حيدته قبل وغسلته ودرته في الثلاجه، درته يبرد، كان جابوا لي مول الدار درته يبرد. شوفوا تبارك الله الكرموس، انا كنتسطع الكرموس، شي حاجه بلديه كنحماق عليها. كل نهار تيجيب لي 2 كيلو، كل نهار مول الدار تيجيب لي 2 كيلو. الله الله يشافيه ويعافيه يا سيدي، يا ربي ويخليه فوق راس وليداته ان شاء الله يا رب. والله الا كل نهار تيجيب لي 2 كيلو، يكون غالي يكون رخيص كما كان. حيت عارفني انا كنبغي هذا الشيء الكرموس، هذاك الشيء البلدي كاع تنبغيه في الصراحه. شوف تبارك الله كيفاش داير، يعني مزيناته، يعني طايب مشرط. ايوا هنا فاش كلينا سالينا خرجنا، عرفتي هنايا مشينا للرباط. هادي الرباط انا ما صورتش في الطريق، ما صورتش الخارجه، حتى وصلنا للجرده. والجرده درنا فيها حتى عيينا عاد باش صورت لكم، حيت لقيناها عامره. من كنلقى ديك شي بلايصه خاويه كنصورها، يعني كنلقاها عامره. ولكن صورت من واحد البلاصه غزاله فيها قهوه طالع على البحر. المهم راه كلشي اللي تيمشي للرباط راه عارفينها في الهدايه. ايوا من جيت نشوف ما كان الشعا ضارب ليا في التليفون، ما كنتش كنصور. هذا هو المهم، ما كنتش كنصور. من جيت نشوف شنو صورت ما لقيت، ما صورت والو. ايوا قلت معليش، المهم نقضيوها بهذا الشيء. شوفوا هنايا كاين واحد البلاصه فيها الداليه، والله الا عرفتي كاين هنا كلشي، كاين الاعشاب خزامه، اي حاجه تلقاو هاد الاعشاب كاينه هنايا. وهذا هنايا العنب، كاين الحامض، كاينه لابوكا، كاينه شحال من شجرات كاينه تما، كنعرفهم بعدا ديالاش كاع، عاد داكشي د الورود وداكشي. والله الا كاين شي شجر كاع ما عرفت ديالاش. المهم انا هذه تاني مره باش كنمشي لهاد الجرده، هذه تاني مره. دابا مصوره فيديو ديالها حاطه في القناه الثانيه، وهذا الفيديو هذا حطيته في هذه القناه الاولى. والله الا هنا تبارك الله عرفتي العنب عام مدلك، ما تيبانش مزيان معاه. عندي واحد التليفون بدا مسكين تيتصطق، ايوا ما شادش ليا داكشي التصوير مزيان. ما والله الا واحد الجرده عرفتي غزاله ديال الهدوء، هي عامره 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 عامره، يعني بالسياح وبالخلاب الخارجي وبالداخلي. بالمغربي وماشي مغربي، يعني كل شيء هنايا كيدخل لهاد البلاصه هادي مخلطه، ولكن نقيه وزوينه الصراحه. ما فيها لا ياكل فيها شي حد، لا حتى شي حاجه ترمي فيها الازبال لا والو، يعني نقيه. كاين الحراس ديالها مقابلينها نقيه، وانا في الصراحه كتعجبني تمشي وتجلسي ترتاحي فيها. ولكن دي معك قريعه الماء ولا قريعه العصير صافي. الا بغيتي تاكلي كاينه قهوه، يعني فيها قهوانيت،
يعني فيها باب وفيها قهوه، كتدخلي لي عاوتاني واسعه كطلع على البحر، اللي بغى ياكل تيدخل تما تياكل، فيها كلشي عاوتاني، فيها اي حاجه اللي بغيتيها فيها تم، بوكاديوسات، المهم كلشي اللي بغيتيه كاين تم، اللي بغى يشد شي عصير قهوه كلشي. المهم جرده زوينه ونقيه، هي راه ما كبيراش يعني ماشي كبيره بزاف، ولكن المهم زوينه، هي فيها واحد الهدوء ما نقول لكمش عليه، الراحه النفسيه. وانا مع الغبره الرمله خلاها هلكتني، وليت البلاصه اللي تلقى فيها الدص كرتاح فيها. والله الا الغبره قتلاتني انا هنايا، الغبره والشمس. ايوا ما نعاود لكمش. ملي كتجيني شي بلايصه بحال هكا بارده ومدصه وزوينه ونقيه كتعجبني. هنايا صافي هابطين، هنا غنقطعوا في الفلايك. هاد الفلوكه راه ما تختفي على شي حد داير قهوه. قالت لي يا بنتي اجي ندخلوا ماما القهوه، قلت لها الله بنتي الله نشوفوا عام من البعيد، عام من برا. نطلعوا لي عام من برا اش دارنا ندخلوا ليها. خلي موالي هي يدخلوا ليها، حنا عم نمشيو عام من الجنب، حنا الجنب بارك علينا، ونطلعوا على البحر بارك، ومشيو للفليكه نركبوا الفليكه بارك علينا. ايوا هنايا شوفوا، هنا يترموا الخبز لداك الحوت الرقيق. هنا في الهبطه هذه هابطه هكايا مصايبينها مواليها باش كتهبطي الفلايك، قال ركبي هكايا من الرباط تقطعي السلا، او من السلا تقطعي الرباط. شتو هنايا يعني حنا دابا نقطعوا السلا غندوزو للمدينه، ومن المدينه صافي غنطلعوا في حالتنا، صافي من تما شدينا الطوبيس وجينا. نتمنى الفيديو يعجبكم، الى فيديو مقبل ان شاء الله بحول الله.